هل قاع الهامور مجرد مدينة عادية تحت الماء أم أنه نتيجة تجربة بشرية خطيرة خرجت عن السيطرة؟ من هي والدة لؤلؤة الحقيقية؟ وما السر المرعب وراء شطيرة سلطع برجر التي يعشقها الجميع؟ هذه ليست مجرد أسئلة، إنها أكبر 3 أسرار في تاريخ سبونج بوب، واليوم لن أجيب عنها فقط، بل سأكشف نظرية مظلمة واحدة قد تغير تماماً طريقة مشاهدتك للمسلسل. مرحباً بكم في نظرية التحول المظلم. قبل أن نبدأ أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. بيكني أتول مكان حقيقي شهد بين عامي 1946 و 1958 سلسلة انفجارات نووية نفذتها الولايات المتحدة. المنطقة تلوثت بالإشعاع وآثاره ما زالت باقية حتى اليوم. يقول البعض إن هذا الإشعاع قد تسبب في طفرات غريبة في الكائنات البحرية، فهل هذا ما حدث لقاع الهامور؟ لنأخذ مثالا مباشرا من حلقة الأصدقاء المتوحشين الموسم 10 الحلقة 10. هنا يظهر قمر أخضر غامض، والراوي يخبرنا قمر نبتون كل 100 سنة يعيد سكان قاع الهامور إلى حالة الأسماك البدائية. نشاهد في هذه الحلقة سبونج بوب وبسيط يتحولان من شخصيات متطورة تتكلم وتتصرف كالبشر إلى مخلوقات بدائية عاجزة عن الكلام، تحاول حتى أكل ومهاجمة بعضها البعض. هذه المشاهد البصرية تكشف أن حياة قاع الهامور مرت بمراحل تطورية مختلفة، وأن الأسماك هناك ليست كما تبدو. إذ أول تفسير منطقي، التجارب النووية غيرت جينات الأسماك الطبيعية، وظهرت مخلوقات متطورة قادرة على الكلام وبناء مجتمعات. لكن الأمور تصبح أكثر غرابة عندما ننتقل إلى الحلقة الخاصة بالذكرى 20، سبونج بوب's Big Birthday Blowout. هنا يزور سبونج بوب وبسيط عالم السطح ويدخلان متجراً للأسماك، حيث يرون أسماكاً بدائية واقعية غير متطورة، فتخرج تعليقاتهما المفاجئة: ما نوع الوحوش الذين يحتجزون أسماكاً جميلة في سجنك هذا؟ هذه الأسماك لا تستطيع الرد أو الكلام وتسبح بحرية في الماء، بعكس أسماك قاع الهامور المتطورة التي تتأثر بالجاذبية بطريقة غريبة. المشهد يوضح لنا أن هناك أسماكاً متطورة وبدائية تتعايش في هذا العالم، وهو دليل مباشر على تميز مواطني قاع الهامور بتطورهم. بل وحتى في بداية الفيلم الثالث سبونج أون ذا ران نشاهد شعاباً مرجانية مليئة بالأسماك البدائية الواقعية، قبل أن ننتقل إلى قاع الهامور حيث تعيش الأسماك المتطورة. كل هذا يظهر أن التطور في قاع الهامور ليس مجرد صدفة، بل اختيار مقصود من صناع المسلسل. وهكذا بينما قد يبدو الأمر منطقياً عند ربطه بالتجارب النووية، تصبح الصورة هنا أكثر تعقيداً عندما نعود إلى حلقات مثل UGH و129SV. في هذه الحلقة التي تأخذنا ملايين السنين إلى الماضي، نرى نسخاً متطورة من سبونج بوب وبسيط، ليست أشكالاً بدائية تماماً، بل أكثر تطوراً من الأسماك الواقعية التي رأيناها في متجر الأسماك أو في حلقة الأصدقاء المتوحشين. كيف يمكن أن يكون التطور إلى هذا المستوى المتقدم قد حدث قبل التجارب النووية بملايين السنين؟ إذن إشعاعات قاع الهامور ليست التفسير الوحيد، هناك سبب آخر، عامل قديم ربما أسطوري، كان وراء تحويل تلك الأسماك إلى ما نراه اليوم. الجواب الوحيد هو الملك نبتون. الملك نبتون شخصية قديمة في سبونج بوب، يعتبر إله البحر لدى سكان قاع الهامور، لديه القدرة على تحويل الأسماك إلى أشكال مختلفة، وهنا يكمن السر. هو من استخدم سحره لتطوير بعض الأسماك لتصبح ذكية وقادرة على الكلام وبناء مجتمعات تحت حكمه. لكن إذا كانت هناك أسماك متطورة وأخرى بدائية تعيش معاً، فما العلاقة بينهما؟ الحرب الغامضة وماضي مستر سلطع. في حلقة كريستي كراب تريننج فيديو نلاحظ أن مستر سلطع دخل في اكتئاب عميق بعدما يشار إليه بالحرب.
لم يفصل نوع الحرب، لكنها تركت أثراً نفسياً واضحاً عليه. عند النظر إلى منزله نجد آثار ماضيه البحري والعسكري، أنقاض البحار، خرائط، منشورات بحرية، كل ذلك يذكرنا بماضٍ مليء بالغموض والمغامرات البحرية. ثم تلفت انتباهنا صورة معلقة على أحد الجدران تظهر حوتاً ضخماً بجانب سفينة. لحظة، حجم الحوت يشبه تماماً ما رأيناه عندما تحولت لؤلؤة إلى حالة بدائية ضخمة في حلقة الأصدقاء المتوحشين، أي حوت واقعي ضخم. وهنا يكمن السر المظلم. خلال تلك الحرب مستر سلطع هو الذي قتل والدة لؤلؤة. بدلاً من مواجهة الحقيقة أو الاعتراف بما حدث، اختار إخفاء ماضيه عن الجميع وتبنى لؤلؤة ورباها، محاولة منه التكفير عن ذنوبه. حسناً، ماذا عن الطعام؟ هل تساءلت يوماً كيف يحصل سكان قاع الهامور على اللحوم؟ الحقيقة الصادمة سيدات أوانس سادتي، إنهم يأكلون الأسماك البدائية. الدليل يظهر بوضوح في الموسم 3 الحلقة 13، حيث نرى شخصيات تصطاد محاراً بدائياً بطريقة عادية تماماً، وكان هذا جزء طبيعي من حياتهم اليومية. ثم ننتقل إلى مطعم شيمشون، حيث يعرض ما يسمى تشام، لحم أسماك مطحون جاهز للاستهلاك. كل ذلك يوضح شيئاً واحد: في عالم قاع الهامور أكل الأسماك البدائية ليس مجرد خيار، بل جزء من النظام الطبيعي. لكن هذا يفتح باب التساؤلات عن أعظم سر في قاع الهامور، وصفة سلطع برجر. طوال السلسلة تصلنا معلومات متناقضة، أحياناً يقال إنها وصفة عائلية، أحياناً اكتشفت بالصدفة، وأحياناً تعتبر سراً مخفياً. مستر سلطع نفسه يضلل الجميع ويضع شفرات مزيفة ليبعد شمشون عن الحقيقة. لكن إذا لم يكن يستورد اللحوم من الخارج أو يشتريها من مطعم شمشون، فمن أين يحصل على الكمية الهائلة المستمرة لسنوات؟ هنا تكمن الفرضية الأكثر خطورة. مستر سلطع يستخدم مصدراً واحداً كبيراً، شيئاً ضخماً يكفي لسنوات طويلة. وماذا لو كان هذا المصدر جثة والدتي لؤلؤة؟ في الموسم 1 الحلقة 15 سليبي تايم نرى حلم مستر سلطع، حيث يصطاد الدولار موبي، تلميح مباشر إلى موبي ديك، كتاب عن قصص صيد الحيتان الضخمة. كل هذه الإشارات تقودنا إلى فكرة مظلمة. ربما يكون مصدر اللحوم الثمين والمستمر الذي يستخدمه مستر سلطع في وصفة شطيرة سلطع برجر الشهيرة هو لحم الحوت الضخمة، والذي ربما يكون لحم والدة لؤلؤة ابنته المدللة. إشعاع نووي، حرب قديمة، أسماك متطورة، وأسرار سلطع برجر. لقد كشفنا جزءاً صغيراً فقط من عالم قاع الهامور المظلم، لكن هذه ليست النهاية. هناك ألغاز أخرى، أسرار أعمق، ونظريات أكثر جنون تنتظرنا في الفيديوهات القادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق بالكرتون الذي تريدون كشف نظرياته العميقة. مع السلامة.